السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الخامس، أهلا وسهلا بكم أبطال في فيديو جديد. النهاردة هنحل مع بعض الجنرال اكسرسايز على الدرس الثالث صفحة 94 و 95 من كتاب المعاصر إنجليزي الصف الخامس. نقول بسم الله. ما تنسوش يا أبطال اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد إن شاء الله حبايبي. أول حاجة سؤال نص الاستماع بيقول لك listen and write true or false، يعني استمع واكتب صح وخطأ. the class الفصل is going to travel to the beach for a company، يعني الفصل سيسافر للشاطئ للتخييم. هتقوله false خطأ. the students الطلبة need to receive بيريدوا ان هم يحتاجوا او يتسلموا their bus tickets اللي هم تذاكر التذاكر الاتوبيس for the trip للرحلة today اليوم. صح. the campsite يعني مكان التخييم is going to be crowded هيكون مزدحم، هتقوله true صح. they are going to clean the campsite before leaving it، يعني بيقول لك هم سوف ينظفوا مكان التخييم قبل ما يغادروا، هتقوله صح. choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. بيقول لك let's hike يعني دعنا نمشي على الأقدام أو نتنزه to the top of that hill لقمة هذا التل to see the view عشان نشوف المنظر. رقم 2 we are going to set up يعني احنا هننصب tent خيمة on the campsite طبعا في مكان التخييم أو موقع التخييم. رقم 3 he runs quickly هو بيجري بسرعة because he is late لأنه متأخر. the student الطلبة listening بيستمعوا carefully بعناية to their teachers لمعلمينهم. طيب هنا بيقول لك read and complete the text with the word in the box، اقرأ النص وكمل بالكلمات اللي في البوكس. هايك يعني يتنزه أو بيسير على الأقدام. كومب فاير اللي هو حريق المخيم. ترين يعني أو نار التخييم. ترين يعني مسار. تريل يعني مسار. تريب رحلة. بيكتي يعني جهز أو أعد. Our school trip رحلتنا المدرسية was to a campsite كانت لموقع تخييم near the mountain بالقرب من الجبال. We picked warm clothes يعني احنا جهزنا وأعدينا وحزمنا الملابس الدافئة because it was cold لأن بيكون الجو برد. At night في الليل. We all sat around the campfire يعني احنا جلسنا جميعا حوالين نار التخييم and sing songs وغنينا أغاني happily بسعادة. The next morning الصباح القادم we went for a long hike رحنا لنزهة سيرا على الأقدام بطول a long beautiful natural trail بطول مسار طبيعي جميل. we saw احنا شاهدنا many birds العديد من الطيور. it was the best trip يعني كانت أفضل رحلة. read the text and answer the question بعد قراءة الفقرة choose the correct answer from A, B, C or D. the underlined word wonderful كلمة wonderful يعني رائع is the opposite of بتكون عكس كلمة bad يعني سيء، إنما nice لطيف amazing مذهل good يعني جيد. طبعا العكس رائع بيكون سيء. دي كده كانت صفحة 94. يلا بينا على صفحة 95. ما تنسوش يا أبطال تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد يا أبطال. يلا بينا. The village القرية was quiet كانت هادئة and beautiful وجميلة، إنما dirty متسخة crowded مزدحمة. answer the following question جاوب على الأسئلة. what is the main idea of the text إيه هي الفكرة الرئيسية للنص؟ هتقول له a trip to a small village يعني رحلة إلى قرية صغيرة. How did Ali and his family go to the village؟ إزاي علي أو كيف علي وعائلته ذهبوا للقرية؟ هتقول له they took the bus هم أخذوا الأتوبيس. What did Ali's father show him؟ يعني والد علي وضح له إيه أو ورى له إيه. تعالى كده نشوف مع بعض. رقم 5. رقم 5 هتقول له هنا show him يعني وضح له how farmers ازاي الفلاحين grow their crops بيزرعوا المحاصيل بتاعتهم. ودي جبت السؤال رقم 5 اهي. يلا يا بطل. بيقول لك read and write اقرأ وصحح. the children الطفل sing loudly هتقول له هنا loudly هتزيد للكلمة ly. are you going to build a sand castle يعني انت سوف تبني قلاع رملية. في الترتيب اول حاجة هتقول له هنا we are going to احنا سوف clean the campsite هننظف مكان التخييم. طيب رقم 2 هتقول له she walks هي بتمشي هتقول له quietly طبعا بهدوء in the library في المكتبة. البنكتويت علامات الترقيم. الدبليو كابيتال هتحط نقطة. عندك هنا where is my suitcase هتحط الدبليو كابيتال هتحط question mark.
هنا بيقول لك write a paragraph، اكتب باراجراف عن a camping trip، رحلة التخييم. تعال نشوف مع بعض. ما تنسوش اهم حاجة حطوا لنا لايك للفيديو واشتركوا في القناة عشان كل فيديوهاتنا الجديدة توصل لكم. يلا يا ابطال. وده الباراجراف يا ابطال. a camping trip بيقول لك هنا next weekend we are going on a camping trip to a beautiful park. احنا سوف نذهب رحلة لحديقة جميلة. we will pack our bag، هنحضر الشنط بتاعتنا with warm clothes، مع الملابس الدافئة. and trash والكشاف and water ومية. when we arrive لما احنا بنوصل we will set up our tents، هنجلس بجوار الخيام near the mountain، بالقرب من الجبال. at night في الليل we will sit around the campfire، يعني احنا هنجلس بجوار نار التخييم. tell stories نقول القصص and take photos ونلتقط الصور. I think أنا بعتقد this trip هذه الرحلة will be exciting and fun هتكون طبعا رحلة ممتعة وجميلة ومثيرة. ودي كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. ربنا ينجحكم جميعا يا رب. مع السلامة حبايبي.